في فترة في مصر كان في ضجة إعلامية حوالين قضية قصر البارون اللي أسسه معماري بلجيكي متأثر بالحضارة الهندوسية في مطلع القرن العشرين، علشان يتحول في نهاية نفس القرن إلى وكر لتعاطي المخدرات من الشباب المهووسين بعبادة الشيطان. ولحسن الحظ الأمور وقتها ما أخدتش منحنى أكتر كارثية من ده، بس في مكان تاني أخد منحنى مرعب أكتر وخطر أكتر. حكاية النهاردة عن عبدة شيطان باليني اللي كانت قضيتهم حديث كل وسائل الإعلام في اليونان. تشكيل عصابي ارتكب جرائم بشعة، اختطاف قاصر وازدراء أديان، الاحتجاز الغير قانوني وانتحال شخصية رجال شرطة، وكمان ارتكاب جريمتين قتل. أنا خلود عبد الرزاق وده شيء من الخوف. في اليونان سنة 1972 اتولد شاب اسمه أسميكاس كاتسولاس، وده بطل قصتنا الأول. اتربى في أسرة ميسورة الحال، وكان طفل هادي بيحب القراية وعنده عدد قليل من الأصحاب، وكان عنده ذكاء فطري خلاه من المتفوقين في دراسته. كل الحاجات دي كانت بتقول إن الولد ده عنده مستقبل واعد، لكن بمجرد ما تم 17 سنة بدأ يحصل تحول في شخصيته، وبقى ميال أكتر للعنف والعدوانية، وكمان بعد عن أهله، وكان بيفتعل الخناق بسبب وبدون سبب. فضل الشاب في الصراعات والتخبط ده لحد ما اكتشف موسيقى الهيفي ميتال وطقوس السحر الأسود وعبادة الشيطان، وانبهر بيها جدا زي شباب كتير في الوقت ده. انبهر بطريقة لبسهم وبالجو الغريب اللي كانوا بيعيشوا فيه، وكان الشاب ده متعلق بالحفلات والجو ده بشكل جنوني أكتر حتى من زمايله اللي بيروحوا معاه الحفلات دي. وعلشان كده أول ما خلص مدرسته الثانوية بدأ يقرأ في كتب السحر الأسود وأسماء الشياطين وأنواعهم، وكمان طرق استحضارهم والعناصر اللي محتاجها علشان يجيبهم من جحيم النار للأرض. وبدأ يصرف من فلوس أهله على الحفلات الموسيقية اللي من النوع ده وتعاليم السحر، لدرجة إنه كان بيخرج في نص الليل من غير ما حد يعرف هو رايح فين أو راجع إمتى. وبدأ هوسه ده يخرج عن السيطرة لدرجة إنه بقى زعيم طائفة وبيدور على مريدين ليه، وبدأ يخلي صحابه يتعلموا السحر وينضموا ليه في طائفة عبادة الشيطان. لكن الفكرة ما عجبتش صحابه وما كانوش بيسمعوا كلامه. أما أبوه وأمه قالوا إن أكيد دي فترة في حياته وهتخلص، وأكيد مش هم الوحيدين اللي بيعانوا من المشكلة دي مع أولادهم، لأن الفكرة دي كانت منتشرة ما بين الشباب كلهم في الوقت ده، فما عملوش أي حاجة غير إنهم سكتوا. أما كاتسولاس فكان غضبان علشان أبوه وأمه شايفينه غريب، وأصحابه رفضوا مساعدته في استحضار الشيطان، فبدأ يسطح علاقاته بكل أصحابه القدام، وبدأ يدور عن أصحاب جداد، أو بمعنى أصح أتباع جداد. كاتسولاس كان ذكي جدا وعنده كاريزما قوية، لدرجة إن لو كان عنده أفكار غريبة أو غبية هو عنده طريقة يقنع بيها عدد كبير من الناس. وما عداش وقت كبير وقدر إنه يضم أفراد للجماعة بتاعته، معظمهم كان من طلاب المدارس الثانوية، بس ما كانوش على المستوى المطلوب من الخضوع الكامل بالنسبة له. علشان كده فضل يدور لحد ما أخيراً سنة 1991 لقى اللي بيدور عليه. ديمترا مارجيتي عندها 15 سنة، ومانوس ديمترو كاليس عنده 19 سنة، 2 معدومين الشخصية. ديمترا ساكنة في نفس الشارع اللي كاتسولاس ساكن فيه، واللي علشان يقنعها بأفكار أقنعها الأول إنه بيحبها جدا علشان تسمع كلامه. وأول ما اقتنعت طلب منها تقديم مراسم انضمامها للطائفة، وعلشان يحمق الكذب أكتر قال لها إنه كان عضو سابق في جماعة لعبادة الشيطان ولازم تسمع كلامه في المراسم اللي هيقول لها عليها. جاب قماشة سودة
وحطها على الأرض ورسم عليها نجمة خماسية، وبعدين جاب 5 شموع ووزعها على زوايا النجمة وولعهم. أثناء ده ديمترا كانت واقفة في النص عريانة، وحواليها كاتسولس بصفته كاهن المجموعة وبعض الأشخاص التانيين، وبدأ يقرأ من كتاب غريب. وبعد ما خلص أعلن إن هي كده بدأت طريقها نحو الشيطان. وبعد ما قدر يخدع ديمترا قدر يقنعها إن هي تدور له على أتباع تانيين يكون عندهم نفس الجدية. وافقت البنت وقررت تعرفه بمانوس حبيبها السابق. عرفتهم على بعض في واحد من البارات في باليني. كاتسولس قدم له جماعته كأنه بيقدم مشروع استثماري. مانوس وافق إنه ينضم اليوم، لكن بعد كام شهر من اللقاء ده، وكان آخر واحد ينضم للمجموعة اللي عددها ما يتخطاش 10 أشخاص. وكان في طقوس لانضمامه ما تقلش غباء عن الطقوس اللي فاتت، وهي إن يروح 5 من الطائفة لمنطقة اسمها إيميتوس. طلبوا من مانوس يجيب كلب ويقتله علشان يثبت لهم شجاعته. كاتسولس وديمترا وواحد تاني اسمه أكيس راحوا لمكان التجمع، ولما وصلوا مانوس كان معاه كلب حي حطه على ترابيزة وربط رجليه. مانوس قرب منه ببطء وطلع بلطة من شنطته، وبعدين رفعها لفوق وقطع رقبة الكلب المسكين. وما اكتفاش بكده، ده جاب من نفس الشنطة كاس إزاز وحط فيه الدم اللي كان بيسيل من رقبة الكلب، ومسك الكاس ورفعها على بقه علشان يشرب الدم قدام كل الحضور على ضوء الشموع. وبعد ما العدد اكتمل بالنسبة لكاتسولس بدأت الاحتفالات تزيد، اللي كانوا بيمارسوا فيها السحر الأسود والأعمال الجنسية وقتل الحيوانات وتعذيبهم، لحد ما كاتسولس زهق وقرر ينتقل مع مانوس وديمترا لمستوى أبشع من الأول. بدأ كاتسولس يبقى في حالة وحشة، ولما سألته ديمترا مالك قال لها في شيطان عايز بنت بعينها علشان حبها جدا، وعلشان كده لازم ناخدها للغابة وهناك الشيطان هياخدها. وعلشان ده يحصل بسهولة لازم البنت تفقد وعيها لشوية وقت. وبسرعة اتفقوا مع مانوس على طريقة لاستدراج بنت المكان معزول، وكانت البنت دي هي دورة اللي عندها 14 سنة بس، وكانت مهتمة بالطائفة بتاعتهم وحضرت جلستين ليهم قبل كده. وعلشان كده مسألة استدراجها كانت في منتهى السهولة. استنوها ال3 قدام مدرستها لحد ما خرجت، وقالوا لها إنهم مهتمين إن هي تعرف أكتر عن الجحيم والأرض التانية ليهم بعد ما ينفذوا أوامر الشيطان، وعلشان كده لازم تفضل معاهم لحد نص الليل لحد ما تبدأ تحضيرات مراسم السحر الأسود واللي هي هتنضم ليهم فيها. البنت الصغيرة ما ترددتش لحظة واحدة، وكانت متلهفة جدا علشان تشاركهم في الطقوس بتاعتهم. وبعد نزهة طويلة أخدوا البنت لمكان مهجور ومنعزل وبدأوا في بعض الطقوس. وأثناء ما البنت كانت متخيلة إن هي على وشك اكتشاف أسرار الجحيم كانت قريبة جدا من مصير مظلم. طلع مانوس من شنطته شموع وقماش لونه أسود عليه النجمة الخماسية وكتاب لممارسة السحر، وقالوا لدورة إن علشان الطقوس دي تنجح لازم تفقد وعيها شوية. كتفوا ايديها وخلوها تركع، وفي ايديها اللي مربوطة شمعة سودة، وبدأوا يضربوها على راسها بالعصيان علشان تفقد وعيها. لكن البنت بدأت تعيط وتصرخ وتقول لهم انتوا ليه بتعملوا فيا كده، لكنهم مهتموش بأي حاجة هي بتقولها، وبدأوا يكتموا بقها علشان يسكتوها. ولما المحاولات دي فشلت بدأوا يخنقوا البنت ويكتموا نفسها لحد ما ماتت. وللأسف ما اكتفوش بده، لكن فضلوا يتنططوا فوق جثتها علشان يشوهوا معالمها وولعوا فيها بعد ما سرقوا كل متعلقاتها الشخصية وهربوا من المكان وسابوا وراهم حريق في الغابة كلها. والمرعب إنهم بعد ما رجعوا كاتسولس ومانوس حسوا بقوة غريبة جدا بعد ما قتلوا البنت، لكن ديمترا حست إنها اتخدعت وإنهم اتفقوا إنهم يفقدوا البنت وعيها بس مش إنهم يقتلوها.
لكنها قررت إن هي تجاريهم حفاظاً على حياتها من نفس مصير دورة. وبعد سنة كاملة من الجريمة دي قررت المجموعة ومن غير مشاركة ديمترا المرة دي إنهم يقدموا قربان جديد للشيطان. كانوا المرة دي حريصين أكتر من المرة اللي فاتت على عدم إثارة أي شبهات حواليهم، وبالتالي كان اختيارهم للضحية عشوائي من الشارع ومفيش أي صلة تربطهم بيها. وفي الليلة دي وهم بيدوروا على القربان بتاعهم في شارع قريب من محطة أتوبيس، لقوا ست شقرة عندها 28 سنة وأم الطفلين، كانت بتشتغل عاملة نظافة في فندق في بريطانيا، وجت تقضي أجازة مع أسرتها بعد شهور من الشغل. لكن الصدفة التعيسة إنها لقت الشابين دول في طريقها وسألوها بتعمل إيه ورايحة فين، فقالت لهم إنها رايحة بيتها علشان تقضي الأجازة مع عيلتها، لكنهم كدموها وقالوا لها إنهم مش مصدقين أي حاجة هي بتقولها وحاسين إن هي تتعاطى المخدرات أو بتبيعها. وبعدين جه مانوس بهوية شرطي مزيفة وطلب منها إن هي تركب العربية معاهم علشان ياخدوها لأقرب مركز شرطة للتحري. وفي الطريق بدأت البنت تقلق وتحس إن هما مش شرطة أصلا، فبدأت تتحايل عليهم إنهم ما يعملوا لهاش حاجة. قالوا لها إنهم فعلا مش شرطيين، لكن جوزها دفع لهم فلوس علشان يراقبوها، فبدأت تتوسل ليهم تاني إنهم يسيبوها وهتدفع لهم فلوس أكتر لو سابوها تمشي، إلا إنهم رفضوا وخدوها لمصنع مهجور. قلعوها هدومها وكتفوها بحبل وهي عريانة وحطوها في العربية تاني وأخدوها للغابة، مسرح الجريمة المفضل بالنسبة لهم. وأول ما العربية وقفت بدأ يجيلها تشنجات وبدأت تصرخ بصوت مكتوم كان كافي إنه يخوف اللي خطفوها، لكنهم بسرعة خنقوها جوه العربية، لكنهم فشلوا في إنهم يخلصوا عليها جوه العربية، فاضطروا إن هم يخرجوها على الأرض وبدأوا يضربوا راسها بحجر كبير أكتر من مرة لحد ما معالمها اختفت تماما. وبعدين رجعوا بالعربية لبيت مانوس اللي عايش فيه مع أهله علشان يحرقوا هدومها وشنطتها وبطاقة الهوية بتاعتها. وعلى الساعة 3 بعد نص الليل أثناء ما كانت ديمترا نايمة جات لها مكالمة من كاتسولس حكى لها فيها كل حاجة حصلت، وقفل المكالمة وهو بيقول بشغف إننا كسرنا راسها. بعد ارتكابهم للجريمة التانية كان مانوس وكاتسولس مطلوبين في الخدمة العسكرية، وديمترا بدأت تهتم باللي هتعمله في حياتها، وبكده كل واحد منهم بقى مشغول في حاجة. وكانت الخدمة العسكرية لمانوس في البحرية اليونانية، وطول فترة خدمته هناك وبعده عن عصابته المجنونة كان بيواجه أشباح الماضي بتاعه اللي فضلت تلاحقه كل يوم علشان تتحول حياته لجحيم لا يطاق. وضميره اللي فضل يسكته لسنين دلوقتي بقى صاحي وبيزعجه، وفي لحظة من لحظات الضعف اعترف لعيلته بتورطه في قتل بنتين، وعيلته كانت هتبلغ الشرطة ولكنه كان بيهددهم دايما بالانتحار. انتهى بيهم الأمر ساكتين علشان يحافظوا على حياة ابنهم. ولما قربت ليلة راس السنة مانوس أخذ أجازة من البحرية علشان يحتفل مع عيلته، وكانت الأجازة دي كأنها عقاب إلهي. فضلت الجرايم بتاعته تدور في دماغه لحد ما مرض مرض شديد لدرجة إن أهله بدأوا يطلبوا منه إنه يعترف، وبالفعل اتصلوا بكاهن يعرفوه. وأول ما مانوس عرف إن الكاهن وصل راح له واعترف له بكل حاجة، وأول ما خلص حس إنه أحسن، خصوصاً إنه قرر إنه يروح للشرطة تاني يوم. لكن قبل ده اتصل بديمترا وكاتسولس وراحوا علشان يتفسحوا مع بعض من غير ما يقول لهم على اللي هو ناوي يعمله، علشان دي تبقى آخر مرة التلاتة يتجمعوا من غير ما الشرطة تبقى عارفة. تاني يوم راح مانوس للشرطة ورجع قال لباباه إنه اعترف لهم بكل حاجة، وقال له ما تقلقش عليا أنا خرجت. لكن الشرطة استدعته تاني مع باقي أفراد العصابة، وفضل باباه مستنيه بره القسم لمدة 3 ساعات، لكنه المرة دي ما خرجش. وفي ليلة راس السنة الجديدة
سنة 1994 تم توجيه التهم لطائفة عبادة الشيطان الثلاثة، ومعاهم أشخاص تانيين حضروا حفلاتهم وتم اعتقالهم كلهم. وكانت التهم اللي توجهت ليهم التواطؤ في ارتكاب جريمتين قتل وانتحال شخصية رجال شرطة والاحتجاز الغير قانوني واختطاف قاصر وازدراء الأديان وتشكيل عصابة لارتكاب الجرائم. وفي يوم 23 يونيو سنة 1995 بتبدأ محاكمة الثلاثة في مدينة أثينا، وبدأوا المتهمين يرموا التهم على بعض. قالت ديمترا وكاتسولاس إن مانوس هو العقل المدبر لكل حاجة في جريمة قتل الست الشقرة. وشاهد كاتسولاس قدام المحكمة إنه بعد ما حطها جوه العربية وأثناء ما كان بيسوق العربية، مانوس قال له يقف في أحد الطرق اللي ما فيهاش حد، ونزل من العربية وقف شوية ورجع قال له إنه أخد موافقة من الشيطان على قتلها، في حين إن مانوس قال إن كاتسولاس هو اللي قال له ياخد الحجر ويضربها بيه على رأسها، ومانوس قال له إنه مستحيل يعمل كده. أخد كاتسولاس الحجر وبدأ هو يضربها على رأسها بوحشية وشراسة لحد ما ماتت. أما بالنسبة لقتل دورا، فقال كاتسولاس إن هو وديمترا سابوا البنت بعد ما بدأت تصرخ ورفضوا استكمال الطقوس، فراح ديمترا للعربية وبعدين هو راح وراها. وبعد حوالي دقيقتين وهم مستنيين مانوس يجيب البنت عشان يروحوها لبيتها، اتصدموا إن في نار ومانوس جاي يجري وجايب مجوهراتها في إيده، وقال لهم إنه غرق البنت بالبنزين وولع فيها بالنار، وبعدها مشيوا بالعربية. أثناء ما كانت المحاكمة شغالة كان في ضجة إعلامية كبيرة بسبب ظهور قنوات فضائية خاصة جديدة، وبدأ الصحفيين يتصارعوا على تغطية الحدث. ومع ذلك الجناة حافظوا على عدم الإدلاء بأي معلومات قدام الميكروفونات. وقتها ديمترا أطلقت على الصحافة لقب دمية الشيطان، وبدأت المحاكمة بسماع أقوال متهمين تانيين في الطائفة. بلغ عنهم كاتسولاس علشان يورط أكبر عدد ممكن علشان يبرأ نفسه. وقالت بنت اسمها كاترينا إنهم دخلوها أوضة وغموا عينيها، وطلب منها كاتسولاس إنها تنام على ترابيزة، وقال لها كلام ما فهمتهوش، وبعدين جاب حقنة وأخد دم من دراعها وقال لها ده علشان يشربوا الشيطان، وحط الدم في كاس وبعد عنها شوية علشان يدعو الشيطان إن هو يجي. وبعدين حصل دوشة قوية جدا، بعدها قال لها بصوت غريب تقبلي إنك تتعذبي على إيد جلاد قديم؟ فجاوبت أقبل. في الوقت ده طلب منها تخلي راسها منحنية وتعمل اللي يقول لها عليه الشيطان اللي هيدخل الأوضة دلوقتي. بعد كده قال لها بصوت غريب أنا نوفا، وغمى عينيها تاني بمنديل وضربها بعصاية 10 مرات وجرحها بأداة حادة لحد ما بدأت تنزف، وقال لها إن الحدث ده لازم يحصل 9 مرات وبعد كده هتعرف تنزل للجحيم بنفسها. كل اللي سمع اعتراف كاترينا كان مرعوب، وما كانوش مصدقين إنهم ما اكتفوش بس بحضور الحفلات وشراء التيشيرتات الخاصة بيهم، لكن اكتشفوا إن الموضوع كان أخطر من كده بكتير. وبعد كده الاعترافات بدأت تيجي أكتر من الأفراد المنضمين للجماعة دي، وكلهم أجمعوا إن كاتسولاس هو العقل المدبر والقائد للجماعة. حتى ديمترا بعدها غيرت أقوالها وقالت إنها كانت واقعة تحت تأثيره وإنه العقل المدبر لكل شيء. وقال مانوس أنا بس كنت بتبع الأوامر، لأن كاتسولاس كان يقدر إنه يفرض إرادته بالاستبداد. بعد ما المحكمة سمعت كل الشهادات دي، كاتسولاس أخد حكمين: السجن المؤبد والسجن 20 سنة بدون أي ظروف مخففة. ومانوس أخد حكمين نهائيين: السجن المؤبد
والسجن لمدة 15 سنة بدون أي ظروف مخففة. التهم اللي أثبتت عليهم هي قتل شخصين وحرق غابة واحتجاز غير قانوني وخرق المبادئ والتشهير بالدين واختطاف قاصر والتآمر والاغتصاب الجماعي. ديمترا اتحكم عليها ب15 سنة مع عامل التخفيف، وهو سن ما بعد المراهقة، بتهمة التواطؤ البسيط في قتل دورة واختطاف قاصر. أما باقي الأعضاء فحصلوا على البراءة أو حكم بالسجن لمدة شهور مع إيقاف التنفيذ. الخبر ده كان مفزع للجميع. والد مانوس كان متخيل إن ابنه ممكن يحصل على حكم مخفف، لأن الشرطة قالت له كده في البداية، وإن الموضوع مش خطير وإنهم حتى مش محتاجين محامي. أما والدة ديمترا فانهارت أثناء ما كانت والدة الضحية دورة بتصرخ بضرورة الحكم على ديمترا بالسجن مدى الحياة. أما بقى والد كاتسولس قال إن طول حياته هيفضل جنب طفله، وإنه عاهد ربنا إنه يخرجه من السجن، وإن الجناه الحقيقيين هم اللي بره، وإنه هيدور على مرتكبي الجرائم الغير أخلاقية، وإن ابنه من حقه إنه يعيش حياته، ده لسه عنده 20 سنة. أما بقى بالنسبة للمجرمين الثلاثة فديمترا انهارت وفضلت تعيط وتصرخ في وش المصورين وتتوسل ليهم إنهم يبطلوا يصوروها، ومانوس فضل موطي راسه زي ما كان عامل طول المحاكمة. ولما كان أي صحفي بيوجه له أي سؤال كان باين إنه حاسس بالعار من اللي عمله. أما كاتسولس زي أي مجرم بشع تجاهل كل اللي كان بيحصل حواليه، لأنه بالنسبة له دراما غير ضرورية، وراح علشان يسلم على زافروس أحد أعضاء الطائفة اللي حصلوا على حكم البراءة، وقال له مبروك. في نوفمبر سنة 2001 تم إطلاق سراح ديمترا بعد 8 سنين بس بسبب حسن سلوكها، وسنة 2005 اتجوزت وخلفت طفلين، لكنها ظهرت تاني في 2015 على ساحة المحاكم بعد ما انفصلت عن جوزها وقدمت طلب للحصول على نفقة لأطفالها. في مارس 2013 تم إطلاق سراح مانوس من السجن، واشتغل لفترة كمبرمج في شركة خاصة لأنه كان كمل دراسته جوه السجن، وبعد كده انتقل لمكان بعيد في الريف علشان يعيش فيه بعيد عن الناس والأضواء. أما كاتسولس فتم إطلاق سراحه سنة 2016 بعد ما كان قدم عشرات طلبات الإفراج المشروط واترفضت كلها، وهو دلوقتي عايش مع عيلته ومفيش أي أخبار متعلقة عن إنه اشتغل أو عمل أي حاجة. الشباب في سن معين بيكونوا دايما محتاجين إنهم يحسوا بالانتماء، سواء لفكرة أو مجموعة يشوفوا فيها القدوة والمثل الأعلى. ساعات بيروحوا للاتجاه الصح وساعات الاتجاه بيكون غلط، فبتكون عواقبه كبيرة. مش بس الشباب اللي محتاجين إنهم يخلوا بالهم في المرحلة دي، كمان الآباء والأمهات لازم يكونوا قريبين من أبنائهم ويدوهم العناية والاهتمام والتفهم اللي هم محتاجينه في السن ده. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.